ويا دوبك أول ما الأب ينشغل عنهم يمسكوا الفراخ وبسنانهم كده يعضوها ويبتدوا إن هم يشربوا من دمها. وتكرر الموضوع كذا مرة، وكان الأب يستغرب إن كل ما ياخد الطفلين معاه المزرعة يلاقي فراخ ميتة زي ما يكون رقبتها مقطوعة، وطبعا مش هيشك في الطفلين ويعتبر إن ده إهمال من الناس اللي شغالين في المزرعة ويبتدي يعاقبهم. لحد ما في مرة كان قاعد وبيراجع الحسابات وشايف الطفلين من بعيد وهم بيلعبوا، وفجأة بيبص كده لقى كل واحد منهم مسك فرخة وعضها وشرب من دمها لحد ما ماتت. وفضل جون واقف بعيد في حالة ذهول من فعل الطفلين، وبعدها تمالك نفسه وراح لهم قال لهم: ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ردوا قالوا: اصل احنا كنا جعانين يا بابا. قال لهم: كده ينفع اللي عملتوه ده؟ طب ما تقولولي انكوا جعانين، هي مش ماما بتعمل لكم اكل حلو؟ ردت اندريا وقالت: يا بابا احنا مش بنحب الاكل ده، احنا عايزين ناكل الفراخ كده زي ما كلناها. قرر الاب انه ياخد الطفلين ويوديهم لدكتور، لكن الدكتور بعد ما كشف عليهم معرفش عندهم ايه، فحولهم على الطب النفسي، وهناك بقوا يعملوا جلسات للطفلين عشان يكتشفوا ايه اللي جوه نفسيتهم. وكانت كل تصرفاتهم صادمة بالنسبة للدكاترة، ولأن الحالات دي ما عدتش عليهم فقرروا إنهم يعملوا عليهم أبحاث. وطبعا فضلت الأمور ماشية على كده، ظنا إن الأب والأم إن ده جايز يكون نوع من الأمراض. لكن اللي لاحظوه بعدها إن كل ما الطفلين بيكبروا كل ما ملامح وشهم بتتغير لملامح غريبة، وبدأ الشعر ينمو في كل مكان في وشهم، جلدهم نفسه شكله غريب، وبقهم وأسنانهم شكلها غريب، يشبهوا الحيوانات بشكل كبير. وبعدين يا جون هنعمل إيه؟ العيال شكلهم غريب خالص. أنا عارفة إنها خلقة ربنا وكل حاجة، بس هما شكلهم مختلف عن باقي الناس، الشكل مش طبيعي خالص، كمان تصرفاتهم كل مدى بتبقى غريبة. إيه العمل؟ الدكاترة غلبوا فيهم، مفيش حد خالص عارف يشخصهم. رد جون وقال لها: فعلا عندك حق، حتى العيال في المدرسة بيخافوا منهم ومحدش بيرضى يلعب معاهم. أنا نفسي عيالي يعيشوا كده ويندمجوا في المجتمع